السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في برنامج إبداعات ومواهب الذي يبث عبر صفحة يمانيوم في أمريكا وعبر البرنامج مع مديرية النادرة محافظة إب. أهلا وسهلا فيكم. حياك الله. شرفتنا في هذا اللقاء. وبداية سوف نبدأ مع الأستاذ الشاعر شرف الوجيه في افتتاحية يعني خاصة بالبرنامج. القصيدة اللي أهديتها بالبرنامج ممكن نسمعها؟ على طول. من خلال البرنامج هذا أولا خالص تقديري وحبي واحترامي لك شخصيا أستاذ شرف ولكل جمهورك الكريم ولكل الشعب اليمني سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه. طبعا القصيدة التي قلتها من كثر القصائد طبعا أنا ما أحفظ شيء أكيد. قلت في القصيدة هذا عندما كتبتها ريتنس قلت على مواهب تفضل هاجسي وسرع واعزف الشعر في لحنه وإيقاعه اسجع كما الطير من فوق الغصون اسجع غرد مواويل شعري بأجمل أنواعه صفحة جميلة بهالفنان والمبدع والمغترب دائما تبحث على أوضاعه مع اليماني تزورها أينما وقع من الولايات تبث لحنه وإبداعه زور البساتين واقطف وردها الأروع بحلى عبيره ووزع هذه الساعة لكل حاضر معانا هاجس يوزع وارسل على الفيس للجمهور بجماعه ايضا وللشعب ذي وحالته موجع من الحروب القبيحه يشكي اوجاعه صرخه الم ما راينا حد لها يسمع في ظل حكام للخيرات طماعه هدوا وعاتوا بخيرات الوطن اجمع جسم الوطن شاركوا ذبحه وقطاعه الى متى لهجت الرشاش والمدفع ذي دمر الشعب صار الارض مبتاعه كلا على ربع موطنا بخط يقطع عفاشحه في حراكي جنب دنباعه دنبوع هادي لا يقطع ولا ينفع روح الوطن شارك وجوعه وجعجاعه الامر لله وحده للدعاء يسمع الحق مفقود وحده كافر جاعه. يا سلام صح الله سامح. طبعا هذه كانت قصيده مهداه من الشاعر شرف الوجيه لبرنامج ابداعات المواهب وللصفحه اللي ينبث منها صفحه يمانيوم في امريكا. انا اشكرك على هذه الكلمات الرائعه. طبعا هذه يعني القافيه يعني ارتجلناها فيها ارتجالا يعني قال شو بدك يعني من قافيه قلت له هذه القافيه وطلعها خلال يعني حوالي نص ساعه وكذا طبعا الشاعر عنده يكون شاعر متمكن يعني شاعر متمكن يعني محنك ليس شاعر من شعراء سرقه الشعر وكذا والقوافي ولا اسمه. نعم يعني استاذ شرف ممكن تعرفنا باسمك بدايه؟ شرف عبد القادر الوجيه. شرف عبد القادر الوجيه من أبناء العود يا الشرمة العليا من أرض الصمود من أرض الشموخ من أرض الرجال رجال العود عود سالم ومن اليمن الحبيب. حياكم الله جميعا أحبائي المستمعين أينما كنتم ومتابعين الصفحة هذه. متى بدأت رحلتك الفنية مع الشعر؟ والله القصيدة أنا أقول لها الشعر قلت يمكن عمري 12 عام يعني. طبعا كان الشعر كان أفضل حاجة أن نعبر بها عن مشاعرنا وعن معاناتنا مثل ما قالوا عن التجربة الشعرية. نعم. قالوا عن التجربة الشعرية إنها معايشة الشاعر لأي جانب من جوانب الحياة. لذلك مرينا بظروف عصية وقاسية نوعا ما كان السبب إخراج الموهبة مبكرة. يعني المشاكل والصعوبات اللي واجهتها هي اللي والمعاناة اللي قضيتها يعني هي اللي ولدت كلمات الشعر عندك؟ أكيد أكيد لأنه شوف قد تكون أبسط قضية عند الإنسان مثلا صغير السن قد تكون أبسط قضية ولو تكون جزئية أو خاصة قد تكون كبيرة ولذلك عانينا وكتبنا في كل المجالات. نعم كما قال نزار القباني قال السيارة لا تطلع من المصنع لتمشي وإنما تحتاج إلى وقود. نعم. ووقود الشاعر هو المعاناة. نعم هي معيشة الشعر لأي جانب من الحياة. اهلا وسهلا شرفنا بمعرفتك يعني وبابناء العود ومحافظة إب يعني واليمن يعني شعراء اليمن بشكل عام. الشرف حياك الله. الأستاذ سمير أبو ضياء اهلا وسهلا فيك في برنامج ابداعات المواهب. طبعا هذه الاستضافة الثانية للأستاذ سمير أبو ضياء. كان الاستضافة الأولى حول يعني تعريف شخصيته وقدم لنا يعني شيء جميل. والأستاذ ضياء يعني للتذكير فقط من هو الأستاذ ضياء؟
سمير. الأستاذ يا سمير أبو ضياء شخص عادي جدا. طبعا عشقت الموسيقى ومارستها في البداية، ثم هويتها ووصلت إلى أن درست الموسيقى. ومن خلال هذه الدراسة درست المقامات الموسيقية ودخلت في مجال تدريس الموسيقى إلى آخره في هذا المجال. يعني من أي منطقة أنت باليمن؟ أنا من محافظة بعدها. من محافظة بعدان. نعم. عازف عود متمكن؟ ليس، أحب أعطيك فكرة. التمكن طبعا مش يعني الدراسة الموسيقية تختلف عن التمكن. نعم. عندنا كان عندك كان عباد الجوهر، هذا عازف كبير ومتمكن في العود. كان يروح عند عمار الشرعي، عمار الشرعي عندما تسمعه بالعود يعزف عزف مبتدئ. كان يروح يعني يوجه عمار الشرعي، ليش؟ لأنه دارس موسيقى، يعلم المقامات، يعلم القواعد. نعم. فالاحتراف في الموسيقى والعود يحتاج إلى ممارسة، لأنه كان عباد الجوهر يتدرب كل يوم 8 ساعات بالعود. يعني هي كثرة الممارسة تجعل جدا قوية. بس نعم. يعني مثلا الدراسة، ايش الفرق بين الدراسة وغير الدراسة؟ مثلا عندنا في واحد ماهر جدا في طباخات يعني معينة، مثلا واحد طباخ كويس يطبخ كبسة فقط، قل اطبخ لي يعني أكلة ثانية، طبعا ما يعرف لأنه ايش مش عارف المجال هذا. التخصص يعني ايوه، لذلك فالمقامات هي اللي تعطيك مجال، انك ممكن تعزف يعني اغاني متنوعة، تعطى ألحان متنوعة. عندك مثلا تقدر تميز بين عندما تسمع يعني مقطوعة موسيقى تعرف من أي مقام هي، يعني حتى تسهل عليك يعني عزفها. ذكرك عن المقامات، ما هي المقامات المهمة في الموسيقى؟ وهل يجب على أي فنان أن يتقنها أو يتعلمها؟ يا سلام، سؤال جميل جدا. المقامات الموسيقية تجمعها كلمة صنع بسحرك. صنع بسحرك. لو قلنا الصاد صبا، ايش معنى الصاد؟ الباء بياتي، النون نهون، العين عجم، السين سيكا، يعني الحاء حجاز، الراء رصد، الكاف قط. يعني هذه السبع المقامات يعني الأساسية. يعني هناك 7 مقامات أساسية لا بد أن يتقنها أي فنان أو أي عازف عود. نعم. قبل أنه هذه ال7 المقامات الأساسية طبعا التي تتشعب إلى يعني عندك إلى 25 مقام وإلى أكثر. بس هذه المقامات المهمة الأساسية علشان تصير عازف تمام، علشان تستطيع تلحن من عدة مقامات، ما تكونش محصور بمقام أو مقامين. نعم. يعني عندما تسمع فنانين كثير يعني لهم ألحان تجد إنه من مقام أو من مقامين، ليش ما دخلش المقامات الأخرى؟ لأنه مش عارف المقامات الأخرى ولا درسها. يعني رسالتك للمتعلمين الجدد يعني إنه لازم يتقن قواعد المقامات. طبعا، وأنصح أي واحد يحب يتعلم العود أن لا يبدأ يعني لحاله، يجب أن يأخذ من مدرس أو كذا السلم الموسيقي، شيء لما يبدأ يعزف، لأنه يتعلم الطلوع والنزول بطريقة سليمة للعود، ثم بعد ذلك حتى لو حاول أن يمارس العود يعني لحاله يستطيع أن يتعلم سريع. لكن عندما تحاول أنت بدون ما واحد يوجهك بتأخذ فترة طويلة جدا، في بعضهم إلى 3-4 سنين تجدون يمكن عزف أغنية أو أغنيتين. ضف إلى ذلك حتى عندما أنت تتعلمه تحس بالصعوبة، لأنه يبدأ تعودها على الطريقة الخطأ بالاستخدام، لأن العود له طريقة بالنزول وطريقة بالطلوع. السلم الموسيقي عندما تنزل مثال بسيط، السلم الموسيقي ونستمع إلى أغنية يعني نستمع إلى عزف يعني دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي دو. هذا مقام الرصد. يعني عندنا مقام البياتي مواقع أصابع مختلفة. ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول فا مي ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول فا مي. جينا الكل ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول فا مي. مختلف. هذا حاجة بسيطة على المقام الكرد عن البياتي. فيجب على العازف أن المقام هو عبارة عن مواقع الأصابع في العود. عندما أجي أنا أعزف مقام الحجاز، مقام الحجاز له مواقع معينة. يعني مقام الرصد أنا عزفت في هذه الأماكن. الحجاز فيه له قفزة، هذا سلم يعني لازم أستخدم هنا القفزة، لازم أعرف هذا مثلا الأغنية. بالنسبة لأغانينا الاستخدام طبعا بيكون بالوتن اللي تحت. الأغاني اليمنية. أغلب الأغاني اليمنية طبعا بالوتن اللي تحت. لماذا؟
يعني الاغلب لانه طبعا هذا النغمه قريبه يعني الصوت يعني اغلبهم يغنوا يعني في الوتر الاول والوتر الثاني من تحت. طبعا يعني اكثر استخدام حتى الاغاني الشعبي يعني اغلبها يعني تستخدم بالاوتار. الاغاني الشعبيه اليمنيه يعني اكثرها يعني تكون فيها الاوتار اللي وكذلك اي اغاني شعبيه رقم 1 ورقم 2 من حتى الاغاني الشعبيه الخليجيه كذلك يعني يستخدم الوترين مثلا. اللهم استخدم فوق اليوم ولا نعجب بالوترين فقط. الكرام تعالوا نسمع أغنية تراثية من التراث اليمني وطنية تراثية يعني من أستاذ سمير أبو ضياء. حياك الله. طبعا احنا ندير الأغنية تغنيها؟ لا طبعا مش حلو كذا بس أنت يعني مو ضروري يعني تصدق شيء الجمهور يقول لك صوتك مو حلو يعني حاول انك تظهر يعني صوتك لا تقتنعش صوتك. ضروري عشان خيبك يعني ضروري تسقله ضروري. مش عن كذا يعني قصدي لا أريد أن أظهر كفنان. لأنه أنا اختصاصي في تعليم الموسيقى فالفن أعطيه المجال للناس آخرين الذي صوتهم أجمل ويطرب الجمهور. غني وإحنا بنغني. اللهم يعني أريد أن أظهر أنا كمعلم عزف أو كعازف فقط يعني في هذا المجال بس نحاول يعني. بعد العزف الموسيقي اللي سمعناه على العود من الأستاذ سمير أبو ضياء راح نوجه سؤال للأستاذ الشاعر شرف الوجيه. خصوص الشعر، ما هو الشعر بشكل عام؟ والله بالنسبة للشعر كما قالوا الشعر هو تجربة الشاعر لأي نوع من أنواع الحياة، أن ينقلها الشاعر بقالب موسيقي حتى أن يصوب يعني أن ينقل المشاكل التي يعانيها أي شخص أو سوى وطن سوى مجموع سوى شخص سوى معاناة شخصية أو عامة، أن ينقلها بحيث أن تكون الرؤية واضحة لأي شخص يعبر عن الجميع. يعني حتى المستمع نفسه يكون يعني توصلها بسهولة، تقدر تشرح أي قصة أو أي حدث أو أي كذا تشرحها عبر الشعر بسهولة. أي تجربة معنى الشعر أي تجربة يعني ويحمل العمق والشمول، لابد أن يكون متعمق الشخص بنفسه بالقضية أو بأي حدث، وأن يكون شامل يعني متكامل من أبياته من وزنه من يعني متكامل بشكل عام. أستاذ شرف الوجيه،
موهبة الشعر هل هي موهبة من داخلك يعني منذ وأنت في سن 10 أو 12 سنة؟ وهل للشعر أوقات يعني؟ والله شوف محددة يعني أوقات محددة تقدر تشعر فيها؟ ما يستويش إلا الشعراء. في من الشعراء من يقول ضروري أن يكون مجروح واصل. مجروح؟ أو أليم أو لا حساس نوعا ما على أساس أنه يكون يقدر يعبر واصل. وفي من الناس في من الشعراء من أن لا يتأثر بالشعر إلا بأي موقف وقت المعاناة فقط، وبعد المعاناة ممكن يقدرش يقول أي شعر. لكن الحمد لله أنا شخصيا أقدر أقول الشعر في أي وقت، ويعني أقدر أقول الشعر في أي وقت لأنه أكثر المواقف معانا ما قلت لك يعني من السنة الثانية عشر حوالي يعني لحد الآن أقول الشعر ممكن بعض الأحيان لو تشوفني بالورشة والله أنا اشتغلت طبعا قطع يجي الشعر عندي ضروري ياخذ القلم والبياض اكتب. لا والله هو اكثر استاذ شريف الوجيه انا يعني اتجاه من اليمن يعني استاذ جديد في الولايات المتحده، واقول لك انه يعني يروح يشتغل بالشغل ومن كثر الحب للشعر ومن موهبته للشعر يعني بيصلح القطع الغيار حق السيارات والكذا ويشعر يعني هو نفس الوقت يعني يقدر الشعر. انت داري ادي لك معلومه، شوف والله بعض الاحيان ما يقدرش يتريح لي الوقت اللي يرتاح فيه حتى اخرج الشعر. يعني يشغل لما اطرح الشعر انك اخرج الشعر خلاص. يعني انت ارتاح نفسيا يعني هي موهبه هي موهبه بنفس الوقت. وهاجس يعني اشوف لك حاجه واحده ان هذا يعني حاجه اقدر اقول لك انه ممكن احنا مهما كانت ثقافتنا شخصيا لا يتكلم عن الشيء الذي يجي عليك الشعر. يهاجس هذا يعرفه الشعراء طبعا. يملي عليك الشعر وينظم لك الابيات ويعزف لك اللحن وانت تكتب بعد بس. هذا لا يعرفه الا الشعراء. ممكن سمعنا قصيده غزليه؟ ممكن قصيده او لا بالبدايه قصيده وطنيه شيء يعني. تمام. القصيده التي تريد ان تسمعها على طول انا اسمعكم قصائد ان شاء الله. بالنسبه له اكثر ما قلت لك يعني شوف هو هم يعرفوا بالمناطق العود طبعا يعرفوا شعر المحافظه عبد الدريني لو تسمعوا فيه شعر متميز. بمعنى ملتقيات هناك طبعا ملتقى العود شباب العود يعني ملتقى العود معنا ملتقى خاص احنا فيه بالمناطق كذا يعني نحاول ان احنا ننشئ الاجيال على اساس تتعلم الشعر لو كان هو موهبه يعني وبنفس الوقت يساعد هو لا يقع هذا يعني المنظور الشعبي هذا الا في المناطق حيث القبيله حيث النخوه حيث الكذا ان يكون الشعر قيمه. طبعا وصلنا زرنا الملتقى يعني هناك طلب مني شاعر محافظه انزل عند عبد صار درينا ويعرفوها الجمهور كامل يعرفون الشعر في المناطق السفلى. اصر على ضيافتي مع الله قلت ابن الوجيه قال يكفي يا زماني بواطن من الهموم استقيل مالي من العمر غير الطيب واخلاق كامل يكون وزني ثقيل مع صلاتي ونهجي بشرع واضح وكافل توحيد واحد قليل واعمال فيها من الايمان ترفع مراحل وللخطايا تزيل. الحب في الله والاصلاح وقت المشاكل ومعروف يزرع جميل كملي وقلبي نواي يزور من عهد راحل شاعر وباعه طويل عبد درين هذي له دهر فيه شعر حافل ومنها لسلسبيل. طبعا شعراء المحافظه من شعراء المواجهين. قلت من واجه الظلم في عصر الخضوع والتنازل وسطر المستحيل ما همها الغش ولا يشعر لأية مقابل إلا الموطن عليل رحلة بها وفق الباري يشوفه مواصل بشعر يسجل زقيل أيضا وزرنا قداره والسدود والجداول بجو ساحر عليل وردد الطير فرحتنا بزقله وزامل وشعار وقت المقيل وعاد لأرواحنا كل الأمل والتفاؤل قال وعاد لأرواحنا كل الأمل والتفاؤل واليأس أعلن رحيل ومعد والحيدري كل يشارك بزامل والعنتري الزميل أهل الكرم والشهامة والشعر وأهل البراكل كل موجود يكيل معذور يا قلب لو حبيت دفعها أوائل أو شخص وافي نبيل. لما رد علي طبعا عبد درينه بالتوثيق قال ضروري تقبل مني هذا القصيدة. قلت له قال يا مرحبا ألاف ما غنى طيور البلابل بصاحبي والزميل يا مرحبا في شرف رمز الرجال البواسل وقليل مثله قليل ترحيب يوزن جبال العود طالع ونازل بعز صاحب نبيل ومن وصل جانبه من الضيوف الأفاضل ما هز نود الهليل يا ابن الوجيه مطلبي نبل الصداقة مواصل تبقى لجيل بعد جيل نوجد قيم خالدة تشرق شروق السنابل وفكر ثوري أصيل إخلاقنا والقيم تبرز بكل المحافل نغير الواقع ثقيل الشعر أقوى من الصاروخ
والقنابل قالوا من كل شيء مستحيل مثل الزبيري وشعره كان مثل الزلازل زعزع وأوجد بديل الشعر مشعل ضياء يبقى بكل المراحل عن الوطن لا يميل وأنت شعرك جميل ما أمدحك أو أجامل والجميل يبقى جميل والختم صلوا على المختار من المزن هاطل ما ظل سيله يسير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذه قصيدة وفي قصيدة قلنا فيها عن اليمن. طبعا أنا ولولا أن القصائد على الصفحة يشاهدوا الجمهور كلهم رغم أنه النص أو الأكثر من نص لا زال محتفظة في لك صفحة خاصة مع صفحة خاصة يعني قصائد. في قصيدة هذه قلت حنيت يا موطني من فرقتك محزون حنيت وانت مرمي سيد الأوطان يا كل عزي وفخري بين كل الكون البأس واللين والحكمة مع الإيمان واليوم أهدر دمك ذي كان لك مأمون وجيت ولا شعبك كان هو من خان وصرت ممن تربى داخلك مطعون وفاجأك كل ذي ما كان في الحسبان ومد أهلك لمن يغزيك يد العون والناس حولك تشاهد بيعة الأخوان وأولادك اللي بأعمار الصبا يبكون يشكون من الجوع والتشريد والحرمان لا طب لا عيش لا مأمن لهم يلقون والحرب تشعل كممها فيك والنيران لله بشكي جراحك يا وطن مغبون يشفي جراحك ويبعد عنك الأحزان. الله يبارك الإنسان إن شاء الله ويعود السلام للوطن إن شاء الله والحب والوئام بين الأبناء الوطن يعني جميعا يعني وطن بلا طوائف طوائف زي ما كنا عايشين من قبل يعني نصلي مع بعض ونمد مع بعض نعم أن يكونوا يعني لا فرق لا بين إصلاحي مؤتمري اشتراكي أن يتوحدوا الناس أن لا يتركوا مجال يعني ونتمنى أن لا يتركوا مجال للحزب والطغاية يتشرذم وتدمر المسكين المواطن يعني الذي أصبح مشرد في كل. أتمنى أن تكون بلاد بلا حزبية إن شاء الله يعيش الناس جميعا. هذا الأحزاب لم تقدم ولم تأخر. أستاذ سمير أبو ضياء مرحبا بكم مجددا. في سؤال يعني في معك برنامج يعني اعتقد برنامج هاتفني أو أبو ضياء هاتفني. أبو ضياء هاتفني عن برنامج صفحته الشخصية. في سؤال يعني في منتدى يمن الحضارة يا في منتدى يمن الحضارة في سؤال يعني دائما تكرره على ضيوفك. نعم. السؤال يقول هل تحب أن تحب أم تحب أن تحب؟ هل تحب أن تحب أم تحب أن تحب؟ يعني ما طبعا هذه كلمة جميلة. ما هو الهدف يعني من هذا السؤال يعني؟ السؤال تلقيه على كل ضيف يعني من اللقاء يعني تلقي عليه هذا السؤال. طبعا هذا السؤال يعني هل تحب أن تحب أم تحب أن تحب؟ يعني هو له يعني 3 إجابات. ممكن تقول أحب أن أحب أو أحب أن أحب أو الثنتين يعني مع بعض. ممكن أحب أن يعني يقول لك الرغيف الذي لا ينقسم إلى نصفين لا يشبه. لساتي يعني ما فهمت ايش يعني صراحة. يعني افرض ان انا احب شرف سيف مثلا اجي كل يوم ادق عليك الباب. انا احبك بس انت تضيق من حبي هذا. لان الحب لانك ما تبادلش نفس الحب. يعني عندما تقول احب ان احب يعني حب مؤذي. وكذلك افرض انك تحبني كل يوم تجي تسال عني وين سمير ابو ضياء. طبعا تجي تدور علي اقول لك يا اخي اترك ايش ما هذا الشخص هذا كل ساعه جاي يعني يدور علي. طبعا هذا يعتبر مش حب. ما أجمل عندما يكون الحب مشترك. الحب هو ايش؟ يعني زي ما يقول لك الرغيف الذي لا ينقسم الى نصف لا يشبه. يجب ان يكون الحب مشترك بين الجانبين يعني. احب انا احب وانا احب انا احب. يعني تحب لاخيك المسلم ما تحبه لنفسك. لا هو يعني قصدي ان الحب يجب ان يكون يعني جميع النواحي. حب مشترك تحبني وانا احبك يعني عندما يكون هذا الحب هو الذي يوحد القلوب. عندما يكون من طرف او من طرف لا يحب الانسان الا اذا كان محبا للناس. نعم. بس انا اقصد انه يعني التبادل. عندما انت مثلا انا عندما احبك وانت لا تبادلني هذا الحب طبعا يعتبر هذا يعني صعب جدا يعني. فالسؤال هو هل تحب ان تحب ام تحب ان تحب يعني هو السؤال. طبعا احب الاثنين. احب ان احب وان احب. اذا الفكره يعني وصلها انه يحب ان الحب يكون يعني متداول يعني الحب جميل عندما يكون من الجانبين. يعني عندما تحبني واحبك يعني الحب الحلال مش الحب الحرام او الحب لا مش بعد عن هذا. انا نتكلم عن الحب. في كثير من الاخوان يعني يقول لك هذا السؤال يعني في يعني نوع من ما أنا عارف يعني شو انه يقصد الحب لا هو يعني كلمة حب مخصصة. ممكن يكون حب للأخ، حب للأب، حب للابن، حب للصديق.
الحب بشكل عام يعني مش موجه الا يعني الحب في مجال الشهرة وكذا. لا في مجال المرأة وكذا يعني الحب هذا شامل يعني لا نستطيع ان نعيش الا بالحب. ان شاء الله تكون وصلت الفكرة منا. انا لحد الان ما فهمتوش بس ان شاء الله تكونوا فهمتوا ما انتم. اوكي ما اشتينا تسمعنا يعني تسمعنا اغنية يعني نادر جلالي يعني فيصل علوي يعني اغنية نعش الجمهور قدم عينهم. ما شاء الله. لا صراحة خاصة عندما يكون قدام الكاميرا وعلى الأحيان ممكن. لا رائع الصراحة عزف يعني موفق عزف. لا صراحة هو دائما الكاميرا هذا أخذت عقولنا احنا مشينا صراحة يعني العزف يعني ما شاء الله. حياك الله. وأيضا هو مع صوت حلا بس إن الجمهور يعني فجأة صوتك يعني مو حلو يعني صدقهم يعني. لا ذاك الصوت يعني هو بطل يعني. أنا عارف يعني الصوت هو موهبة معين طبعا لا يمكن يجتمع بعض الأحيان. في عندك أكبر عازف عود ما يغني تسمع فيه نصير شمة واحد اسمه نفسه أبو ليل ما يغنيش دائما أكبر يعني عازف عود مشهور في الوطن العربي. أستاذ شرف الوجيه بدنا تدينا قصيدة عن الغربة ومعاناتها شوف يا أخي أنا والله والشوق لليمن يعني مع احترامي لكل المغتربين أنا طبعا على سبق انا نزلت قصيده طفحتم. لا شوفوا احنا كنا مغرورين طبعا بس صراحه مغرورين بالغربه مغرورين باصحاب السلسوكات والامور ولا اذا كانوا يصلوا عندنا وكذا في الطاعات وكذا امور ولا انا طبعا نزلت عليه نزاوه مع احترامي لكل المغتربين طبعا مع احترامي في صنف يشتغل بالحلال هذا خارج عن القصيده في صنف يصل الارحام هذا خارج عن القصيده في نوع بس يعني كتبنا عليها شكلها يعني قصيدة بالكم هو اكيد هو بيننا وانت هو اديتوها بعدين قلتوا ايش الناس مغرورين تعبتوا اشتغلتوا قلت والله انا اكتب على هذول اللي يظلوا يخيلون ان امريكا هذه خليني ازيد استطلع عليها من كثر القصائد الان خلينا نقول يا شباب ممكن نطلع عليها الصور اللهم صل وسلم سمير ايش شيء ممكن نبدا واحده قبلها ولا ننتهي عين طبيعي دور براحتك وصلنا قلنا صور مظهر عنك صور ومظهر مخيل شكلها مدهش هذا احنا طبعا باليمن انت بتغتروا بامريكا ولا تغتروا بالغربه ارض الانسان غاليه ارض الانسان نسال الله ان يصلح شان البلاد والعباد هو سبب
بيوصل الناس كل مكان الوضع دي انتم عارفين اللي احنا عايشين له في الوطن. قلنا صور ومظهر مخيل شكلها مدهش والياس والنو لا فوق الركب كل شيء، هذا يوم يوصل قلبنا. لما قال ويغترب داخل امريكا وكم دشوش وكم عرق كم حنيفي داخل الورشه وكم من اعمال كم يجهد وكم يقحش بعض النصارى كما الاسنان والفرشه. خيال نسمع هكذا طبعا. يفرح ويسعد اذا خلص اذا بنش ويندبش حين يرجع وسطها من الشيء، اطلق الله يضيقها ويرجع. قلنا هذا خلاف لطموحه ان يسمى ريتش وخمر وخنزير بصوره تدي الوحشه تلقاه بالجنس والقعشه ندشها ندش معتز بفعله باهي في فحشه يسكر ويبطر وكم يفطر وكم حشش. طبعا انا حصلت ناس برمضان هذول العاب لكم مش كل قال يسكر ويبطر وكم يفطر وكم حشش ما خاف قهار متكبر على عرشه كم يا مظاهر تزين شكلها بالرش في شكل مرموق مزخرف يحمل الدهشه لا تنقدوني. وبالحقيقه كما الهدهد اذا قد وش في نطقها الخير وشميت القرشه مش حلطه. لا تنقدوني اذا قد هاجس يفتش عاد مغطى بعضهم انا ما فتشي. الهاجس الليل عند المغترب دردش واعطاه من غيث قيفان الادب دبشه شوقي كما الطير يرجع موطنه والعش من قال من فوق الاغصان يغرد ساعه الغبشه ورزق يومي لا جاوع ولا مريش كالغصن يشرب ويدفأ بس في قرشه وعاكس الريح وانشق جو هل من عش بين الذره والغرب وكل سعي هشام لا عيد الله من ساد الوطن بالغش وشرد الشعب وخلى بنيته الشيخ. هذا المقطع طبعا قافية الشين تختلف على القافية الثانية الذي قلنا فيها على اليمن وشوقنا للبلاد دمعي مثيل الطش يشكي فراقش أرض اليمن قربش هو الماء والعيش عيشي بدونش مثل طاير بلا عيش نوح وحده فاقد البيت والريش أنت القمر والشمس حلمي ضيائش وأنت الهوى والحب والعقل والطيش لندن وأرض الروم لا بنجلاديش والصين وأمريكا وأرض الأحابيش ما يسوى أن تربش ذرة المال يا من دخلت القلب من دون تفتيش روحي وقلبي وسويدا فدالش وغير حبش من الروح تشتيش. طبعا هذا يعني من كثر حبه ووطنيته لليمن والوطن الحبيب يعني عنده قصائد كثيره منها يعني اذا بدكم تتابعوا على صفحتها على صفحته من يعرف الشرف الوجيه الشاعر الشرف عبد القادر الوجيه نعم. كلها يعني اشعار وطنيه اكثر ما تغزل اكثر ما حتى في الغزل يعني لابد ان يذكر الوطن يذكر الوطن فعلا فالوطن يعني لازم نتغنى به ونشعر عليه لانه شوف الوطن فخر يعني الوطن بالنسبه لي هو مثل العافيه لا يعرف قيمته الا من فقده. يعني الوطن ما يعرفش قيمته الا عندما تسير عند الانسان سواء اضطهاد سواء غربه سواء كذا تعرف قيمه وطنه. وطنه فيها الحريه فيها الكرامه فيها العزه فيها النخوه فيها الرجوله فيها الوفاء فيها يعني موطن عزيز الا انه وضع البلاد نسال الله ان يصلح حال البلاد. على فكره هي مداخله بسيطه عن الوطن. الان اللي حصل الان في السعوديه عندما يعني الان خرجوا حدود 5000 شخص الان يعني في ناس ولدوا هناك وعايشين هناك بسبب الظروف هذا اجبرهم قالوا لازم يدفع مبلغ معين ولا يخرج من البلد ويروح يعني اذا لم واحد يعني مثلا يكون عنده وطن يلجا اليه. اذا احنا بدينا نخرج عن الموضوع ندخل بالسياسه. لا مش السياسه احنا نحاول هذا مش السياسه هذا في الموضوع يعني قصدي انه يعني لا مفهوم يعني الوطن الام يعني لابد ان احنا طبعا اكيد لابد ان نرجع الى الوطن. ايوه في بعض الناس يقول لك خلاص يعني سابقا خاصه اللي كانوا عايشين مثلا سابقا في السعوديه يقول لك خلاص ما عاد لكن الان يحتاجوا الى وطنهم يعني نعم بالظروف هذه. نسمع اغنيه يعني تراثيه او عزف تراثي يعني من الاستاذ سمير ابو ضياء بس حاول تدينا واحده فريده يعني نقدر نغني معها لا عندنا التعجيزات.
ابدعت مبدع يعني بصراحه مبدع. اذا ما هي رسالتك الشعريه للشعراء او للمستمعين؟ والله رسالتي عبر هذا البرنامج الرائع، عبر هذه الصفحه، طبعا بالنسبه لنا تكون مميزه لانها ارتباط اعمال، والناس هذول يفضلوا انفسهم يعني ويشغلوا انفسهم كيف اوضاع اليماني، كيف اوضاع المغترب، كيف مواهبهم، كيف احوالهم، كيف ظروفهم، كي ينقلوها يعني بحيث الى الاماكن يعني التي تستحق النغمه. رسالتي هي للشعراء اولا بحيث انهم يتركوا التحزبيه والطائفيه. نعم. وكل شيء يعرفوا انه اليمن اغلى، الوطن اغلى من كل شيء. الحياد، نحن قوم لا نعبد اشخاص اصلا، نحن قوم اذا قلنا الشعر لابد ان نقول الشعر الاخوه، شعر التلاحم، شعر الموده، شعر الصلح بين الناس، لا يكون فينا لا عنصريه ولا طائفيه ولا شيء. بالاخير انت يماني يا اخي، سواء كنت مع حوثي ولا عفاشي ولا عراقي ولا كذا، انت يمن، لا داعي للاقتتال. رسالتك تكون رساله سلام، رساله صلح، ونسال الله ان تكون رسالتنا يعني وصلت ان شاء الله. وبالنسبه للشعب يفرج الله همهم مهما كان، انما العسر يسرا، مهما ضاقهم ومهما الشده لا تفرق. هذا وعد الله، ان مع العسر يسرا. نسال الله ان يفرجها على البلاد والعباد. استاذ سمير ابو ضياء، ما هي رسائلك الاخيره يعني لان الوقت داهمنا؟ تزيد تسمعنا دقائق موسيقيه تمام وتختم بها يعني نقول لها اختار الاسم، وايضا يعني نتيح الفرصه قصيده يعني اخرى لك، ومع ذلك نستودعكم الله. ما زال يعني على اتكلم عن الوطن الجديد يعني حقيقه. كلمة أخيرة يعني تود ترسلها للجماهير؟ والله كلمة أخيرة أحب أن أقول لهم أن يعيشوا بسلام وحب واطمئنان، بعيدا عن كل أي شيء يتعبهم، بعيدا عن مشاكل الوطن، بعيدا يعني نتمنى يعني أن نخرج من هذه الدوامة التي حصلت بالوطن، ولكن نبعد الحزن ونأمن أن هناك أمل قادم سيأتي إلينا إن شاء الله. مهما حصلت الظروف ومهما أظلم الليل إن شاء الله سيأتي الصبح إن شاء الله. بعد ما أقول أنا أشكرك يعني جيتك إلينا ووصولك إلينا واستمتعنا يعني بحضورك، استمتعنا بالحضور، وأيضا الشرف الوجيه مع رسالة أخيرة يعني وقصيدة أخيرة نحب نحكيها لكم. يعني طبعا القصيدة قلناها أول وصلنا في تريد.
شملها من الغزل ومن السياسة ومن الكل، يعني مش من السياسة، عن الوطن. قلنا كم يا قمر ضاء قال كم يا قمر ضاء ضوءه في حسن، في شكل ثاني يبهر وحسنه فريد، وكم من أشجار خضراء وثمارها خير داني، والطعم رائع أكيد، وكم من الغيد ذي شفنا، وكم يا غواني ذي ساكنه ذي تريد. كم يحسب العقل كم حسنة، وكم يا مباني في شكل رائع مشيد، لكن حب الصبا ساكن ومالك حناني، حتى ولو بعيد يظل ذكراه في قلبي مرور الثواني، ينبض بنبض الوريد. أيضا وأم اليمن وافخر بأني يماني، قال أيضا وأم اليمن وافخر بأني يماني، واعتز بموطن سعيد، رتب أكتاف دهر العز طول الزمان، طيب وبأسي شديد يبقى شموخي بآفاق السماء بالعنان، ببأس يذوب الحديد، وكل طاغي أمام الشعب لا شك ثاني، يحرق بنار الوقيد. يحرق بنار الوقيد يا سلام. صح الله لسانك يا شاعر الشرف الوجيه، من مديرية من نادرة، من خلاف العود، عود بن سالم، محافظة اليمن. طبعا معنا الشاعر، كان معنا الشاعر الأستاذ سمير أبو ضياء، عدم العزف والعود وكذلك الشاعر الشعر يعني كلهم في الأستاذ سمير، يعني ما شاء الله عليه. أشكركم مجددا يعني حضوركم معنا وفي برنامج بداعة مواهب، واشكركم. وقبل الختام انا طبعا انت طلبت مني مقطع قصيده غزليه ولو انه زمير. اوكي عادي ننتهي يعني. يا نجم ودع في سما حبي غرب، وساب يحرق بين افاق شهاب. ما فادني في عشقتك اي عتب، وقد تبخر حبنا واصبح سراب. ان قلت ردك ما تحقق لي طلب، وان قلت اسيبك انت باسماء الغياب. سيبت حبك وانت عارف بالسبب، من بعد ما اوفيت واكملت النصاب. تحضر تغيب تسعد، غرب حبك غرب، وتاب قلبي بس يكفيه اكتئاب. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم لمشاهدتكم لهذا البرنامج، وتابعتكم صفحة يماني في أمريكا، وتابعتكم صفحة برنامج بداعة مواهب. أشكركم كل الشكر، وأشكر المصور يعني واثق سمير، ولد الأستاذ سمير اليوم المصور حقنا شغال ما فضيش. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشكركم لحضوركم معنا ومشاهدتكم لهذا البرنامج. كل الشكر والاحترام لكم.